السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ حلوين يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة فرخة مشوية في الكيس الحراري في الفرن. تحفة ودايبة جدا، اللحمة بتاعها بيطلع مستوي، وزي ما انتوا شايفين كده. كمان ضفت معاها خضار، شايفين؟ الطريقة دي بتكون مناسبة اكتر للفرخة اللي حجمها كبير. شايفين العظم بيطلع بكل سهولة ازاي، مستوية، واللحمة بتاعها زي الزبدة، دايب جدا. جربيها بالطريقة دي وبإذن الله هتعجبكم ومش هتبطلوا تعملوها. البطاطس كمان واخدة من طعم الفراخ ومستوية ودايبة جدا. تقدري بقى تعملي جنبيها شوية رز بالشعرية كده، او سلطة طحينة وعيش، بتبقى تحفة. شايفين البطاطس دايبة ازاي؟ يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف الطريقة. انا معايا كده للتتبيلة، معايا بصل وفلفل وطماطم، هضيفهم في الكبة بتاعتي. وهبتدي اضربهم كده في الكبة زي ما انتوا شايفين كده. هنبتدي بقى ننزل بالبهارات بتاعتنا، معلقة صغيرة من كل حاجة: فلفل اسمر، توم باودر، بصل باودر، كاري، بهارات فراخ، معلقة كبيرة بابريكا، معلقة صغيرة على طرف المعلقة كده جنزبيل، وهننزل بصويا صوص معلقة كبيرة كده، وهنملح، وهنبتدي نقلب التتبيلة دي كده في بعضيها. انا هنا مش هضيف زيت علشان التتبيلة تمسك في الفرخة، لان بحس ان الزيت بيخلي التتبيله تتزحلق كده من عليها، فمش بحسها بتمسك فيها اكتر. فانا هنا ما ضفتش زيت. شايفين التتبيله شكلها وريحتها تجنن. معايا بقى الفرخه كده عاملين لها محلول النقع بتاعها ومغسوله كويس جدا. ابتدي بقى اجيب الفرخه بتاعتنا وهنبتدي نتبلها. شايفين انا هنا كده بقرب لكم الصوره عشان تشوفوا. هنجيب الفرخة بتاعتنا وهنبتدي نتبلها كويس جدا من جوه كده ومن تحت الجلد. نبتدي ندخل التتبيلة بايدينا كده تحت الجلد كويس، وما بين الوراك بتاعتها ومن جوه، علشان تتبل كلها وتاخد من طعم التتبيلة بتاعتي وتطلع حلوة. انا هنا هتبل كده عند الوراك كده تحت الجلد. حاولي على قد ما تقدري توصلي التتبيلة لكل مكان في الفرخة. شايفين متبلة وشكلها حلو ازاي؟ هنبتدي بقى نعمل لها بالتتبيله كده مساج. هننزل بالباقي التتبيله بتاعتي على الخضار كده، وهديله تقليبه حلوه علشان يتغلف كله بالتتبيله بتاعتي. وهبتدي اجيب كيس حراري، اجيب كيس الحراري بتاعي كده، وهحط جزء من الخضار ده كده جوه الفرخه عشان الكيس طلع معايا مش هيكفي. فحطيت جزء من الخضار جوه الفرخه والجزء التاني طالع لبره زي ما انتم شايفين كده، مفيش اي مشاكل. وابتدي اربط الكيس بتاعي كويس. ده شكلها كده زي ما انتم شايفين. هنبتدي بقى ننقلها في صينيه.
وطبعا بنكون واحنا شغالين فيها كده بنحطها في الكيس كده ايدين الفرن. بحطها في الصينيه ومش بضيف اي ميه ولا بضيف اي حاجه في الصينيه، هي كده بس. تمام. بتدخل بقى على الشبكه في درجه حراره، لو درجه الحراره اعلى درجه عندك 200 او 250 على حسب اعلى درجه عندك ايه. بتاخد حوالي من 35 دقيقه ل 40 دقيقه كده وبتكون استوت. وزي ما انتم شايفين كده، جربوها وباذن الله هتعجبكم. واشوفكم في فيديو جديد باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.